ام راديو. مرحبا مستمعينا الكرام، والبداية بأبرز العناوين. المنتخب الوطني المغربي يتوج بجائزة الكاف لأفضل منتخب في إفريقيا. جوائز الكاف 2023، وليد الركراكي وياسين بونو يحصدان تبعا جائزتي أفضل مدرب وحارس مرمى في إفريقيا. المغرب يدعو بجنيف إلى ضمان حماية المدنيين والمستشفيات في غزة. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. توج المنتخب المغربي الأول لكرة القدم بجائزة أفضل منتخب على الصعيد القاري في فئة الذكور لسنة 2023، وذلك خلال الحفل السنوي الذي أقامته الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم مساء يوم الاثنين بقصر المؤتمرات بمراكش. ونال أسود الأطلس الذين بلغوا نصف نهائي بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 هذه الجائزة، متقدمين على منتخبي غامبيا والسنغال. وفي نفس الموضوع، حيث فاز الناخب الوطني المغربي وليد الركراكي بجائزة أفضل مدرب إفريقي للذكور لسنة 2023، وذلك خلال الحفل السنوي الذي أقامته الكونفدرالية. وتفوق الركراكي على كل من المدربين عبد الحق بن شيخة ومدرب المنتخب السنغالي أليو سيسي، كما فاز الدولي المغربي ياسين بونو بجائزة أفضل حارس مرمى في إفريقيا لسنة 2023، وتقدم بونو على كل من حارسي المرمى أندري هونانا ومحمد الشناوي. دعا المغرب يوم الأحد بجنيف إلى وقف التصعيد بشكل عاجل وملموس في غزة وضمان حماية المدنيين والمستشفيات. وشدد السفير الممثل الدائم للمغرب بجنيف عمر زنيبر في كلمته خلال الدورة الاستثنائية للمجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية والمواد والمعدات الطبية بسلاسة وبكميات كافية لصالح سكان غزة. وأكد الدبلوماسي المغربي أن من واجب منظمة الصحة العالمية تحافظ في الأيام والأشهر المقبلة على دورها القيادي للتخفيف من الآثار المدمرة للحرب في قطاع غزة، ولا سيما من خلال تعبئة الموارد اللازمة لتمويل الرعاية الصحية الفورية، وكذلك إعادة تأهيل وبناء النظام الصحي في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي غزة على وجه الخصوص. وقعت المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية يوم الاثنين مذكرة تفاهم في مجال التدبير المستدام للموارد المائية، وذلك في إطار فعاليات مؤتمر المناخ بدبي كوب 28. وتهدف مذكرة التعاون هاته التي وقعها وزير التجهيز والماء نزار بركة ووزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم إلى تقوية وتعزيز التعاون القائم بين البلدين بخصوص التدبير والتنمية المستدامة للموارد المائية، وإرساء علاقة تعاون قائمة على أسس المساواة والمنفعة المتبادلة في هذا المجال، وذلك على المدى القريب والمتوسط والبعيد. أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ونظيره البنيني أولوشيغون أجادي بكاري خلال مباحثات هاتفية اليوم الثلاثاء أهمية العلاقات بين البلدين القائمة على إرادة كل من صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس باتريس تالون. وجدد الوزيران التأكيد على أهمية التضامن الفعال والشراكة المفيدة لطرفين كأساس للعلاقات الثنائية. وفي هذا السياق جدد وزير الشؤون الخارجية البنيني التأكيد على دعم بلاده للوحدة الترابية للمملكة المغربية ولمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب باعتبارها الحل الوحيد الواقعي وذي المصداقية لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء. وفي هذا الصدد أكد السيد أولوشيغون أجادي بكاري للسيد بوريطة أنه سيدفع في إطار مراجعة الخريطة الدبلوماسية والقنصلية في اتجاه أن يكون للبنين حضور قنصلي بمدينة العيون بالصحراء المغربية. كما أطلع السيد بوريطة على عزمه القيام بزيارة إلى مدينة الداخلة للوقوف خصوصا على الازدهار الاقتصادي والاجتماعي الذي تعرفه هذه المنطقة وإبرام شراكات في عين المكان. واتفق الوزيران على عقد الاجتماع المقبل للجنة المختلطة المغربية البنينية للتعاون بكوتونو مطلع سنة 2024. وأوضح بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين
المقيمين بالخارج أن الوزيرين عبر في هذا الإطار عن ارتياحهما للإعداد الجيد للاجتماع السابع لهذه اللجنة، والذي تميز على الخصوص بوضع اللمسات الأخيرة على اتفاقات ومذكرات تفاهم في العديد من مجالات التعاون، مما يعكس رغبة البلدين في إضفاء دينامية جديدة على العلاقات الممتازة التي تربطهما. من جهته أطلع السيد بوريطة نظيره البنيني في معرض تأكيده على أهمية البعد الإنساني على قرار برفع عدد المنح المخصصة لتكوين أطر من البنين في المغرب، كما أحاطه علما بأن المغرب سيدرس في إطار تسهيل حرية تنقل الأشخاص بين البلدين وبكل ما يلزم من اهتمام إعفاء رعايا البنين الحاملين لجوازات سفر عادية من التأشيرة. وفي انتظار ذلك سيستفيد المواطنون البنينيون انطلاقا من فاتح يناير 2024 من تسهيلة التأشيرة الإلكترونية التي تم إرساؤها منذ سنة 2023 مع البلدان الشقيقة والصديقة للمملكة. نشكركم مستمعينا الكرام على حسن المتابعة. إلى اللقاء.